العائلة، السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير ان شاء الله، ونتمنى هذا المباشر يوصلكم جميعا، واي واحد دخل يحاول يطاقي الاصدقاء ديالو او بارطاجي مع الاصدقاء ديالو، لانه درس مهم جدا حتى نستافدوا مجموعين ان شاء الله. المهم الدراري الناس اللي تيدخلوا ما شاء الله، تحياتي لكم جميعا. الان غادي نوليو مره ان شاء الله، غادي نديروا فيديوهات على انستغرام مباشر حتى نستافدوا مجموعين. اندرينو تي فيدو غراتي اندرينو، هذا واحد صديق ايطالي عرفتي راه مخلص لواحد الدرجه ما نقولش لكم. ديما في المباشر واخا تنهضر بالعربيه وهو تيدخل يتفرج، سبحان الله، ديما من زمان ما شاء الله. تشاو اندرينو، تي ماندو سالوت، تحياتي. السلام عليكم خديجه، هجار، كاع اللي كنشوفهم، السلام عليكم جميعا. المهم بدون الناس يدخلوا شويه ونبداو مجموعين، لانه اليوم غادي نطيبوا، غادي يكون طويل شويه ولكن ضروري، لانه بعض الحويجات خصني ضروري نوصلهم للناس، لانه في الفيديوهات السريعه ما تيكونش بزاف الحوايج ما تيكونوش واضحين. لهذا من الاحسن كنبغي ندير مباشر باش نهضروا مباشره بحال بركي بشي قسم ولا شي حاجه حتى نستافدوا مجموعين ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا. المهم حتى نساليو، ملي غادي نسالي نطيب شي واحد بغى يطلع معنا على المباشر ان شاء الله، غادي نطلعوا ان شاء الله باذن الله. اوكي، المهم الناس بداو تدخلوا تبارك الله، يزيدوا واحد شويه ونبداو. المهم طلعوا مع الاصدقاء ديالكم باش نبداو على بركه الله. تحياتي لكم، كنشوفكم كاملين. السلام عليكم اخي جديده معكم، مرحبا بكم جميعا. تحياتي لكم جميعا، كنشوف كاع التعليقات ديالكم. المهم الدرس ديال اليوم حنا غادي نبداو ان شاء الله، واخا الناس باقيين قلال شويه ولكن ماشي مشكل، حنا غادي نبداو. المهم ضروري غادي نخلي الفيديو هنا باش اي واحد جا غادي يستافد من بعد ان شاء الله. شكرا، الله يبارك فيكم، شكرا. المهم الفيديو ديال اليوم هو غادي نتكلموا على انواع ديال الكروفير، لان بزاف ديال الناس ما عارفينهاش. يعني كيف كتعرفوا، كيف ديجا المره اللي فاتت شرحت لكم الفرق ما بين الكالامار او الباسمان والتوتاني، يعني التوتاني والكالامار. يعني التوتاني بالايطاليه، هنا في ايطاليا تنقولوا التوتاني وتنقولوا الكالامار. يعني هادو جوج كاين الناس ما كانوش يفرقوا بيناتهم، وحتى السوق بعض المرات الله يحسن العوان كاينين شي وحدين الله يهديهم ما تيبغوش يفرقوا الناس، يوضحوهم. المهم هنا الناس اللي تيبيع تيحط بين هذا التوطاني الثمن ديالو راه رخيص والكالامار الثمن ديالو غالي، يعني واضح. ولكن ملي كيطيبوا ما تيبقاش اختلاف، وهنا فين بزاف ديال الناس كيبيعوا داك التوطاني على اساس الكالامار. وكاين هذا حتى هو المشكل، هو هذا الكروفير، هذا ماشي كروفير وماشي قيمون. المهم كيف ما تعرفوا بزاف ديال الناس كياخذوا هذا على اساس القيمرون، وهو ماشي قيمرون. يعني هو من العائله ديال الكروفير، ولكن راه ماشي كروفير. هذا تنقول ليه ماتسانكول، راه في الدول العربيه كلهم كيفاش كيسميه، شفتوه راه بحال القيمرون. قريدس، اظن ان قريدس في المغرب كيسميوه القريدس. المهم هذا القريدس هذا راه الطعم ديالو ماشي هو الكامبيرو. هذا خصكم تعرفوا واحد القضيه، راه ملي كنشوفوه في الاسواق حاطينه بهذا الشكل الاحمر، راه ديجا تيحطوه في المسخون بحال هكا، تيحطوا واحد الكميه كبيره وتيهزوه، لان اللون ديالو تيكون كري. هذا اللون ديالو تيكون كري، ما تيكونش احمر. الوغ اش كيديروا، كيعملوه في المسخون باش ياخذ هذا اللون وتيحطوه يعني حدا السمك، وكيبيعوه على اساس القيمرون. راه ماشي كلشي ولكن اكثريه، راه حتى في المطاعم كاين اللي هو عنده مطعم وما عارفش هذا راه ماشي قيمرون، والله يحسن ما تيكونش عارف. انا خدمت في ريستورات ما كانوش عارفين بلي هذا راه ماشي قيمرون. المهم حنا كنسميوه ماتسانكول. انا غنعطيكم واحد، خصكم تعرفوا واحد القضيه، لانه هذا الشيء ديال القيمرون فيه انواع كثير بزاف. المهم غادي نمشي نجيب واحد جوج قيمرونات من الريف، انا جاي.
هادو نسيتهم كنت باغي نحطهم حدايا وما حطيتهمش. المهم كيف ما كتعرفوا هذا دابا قيمرون شفتي راه تيعملوه في المسخون على اساس باش يولي يشبه ليه. شفتي دابا هنا ما غاديش تقدر تعرف الشبه، ولكن الا قربنا شويه ها انت راه هذا كيبان على واحد الشكل ليموني وهذا احمر مفتوح. شفتي هذا قيمرون، هذا قيمرون وهذا القريدس او الماتسانكول، اظن ان كيسميوه القريدس في المغرب. شفتي هو هذا. المهم باش نعرفوا الفرق هذا راه ملي تنحلوه تنعرفوه راه مسلوق. شفتي راه تكون مسلوق شي راه باين مسلوق. هو اصلا بعض المرات كاين هذا تتكال على اشكال كثيره، نقدر غير نسلقوه او كندوزوه مع الحار او عندك حتى هو مزيان حتى هو في الماكله. انا غنطيبو اليوم حتى هو مزيان، غير هو الطريقه ماشي بحال يعني ماشي بحال في الكاليتي وفي الثمن وفي المذاق. المهم حتى هو مزيان، غير ملي تمشيو شفتي راه تيكون هو قصير، اما الكروفيط راه تيكون طويل شويه. وخصنا نعرفوا واحد القضيه، راه بزاف ديال الناس باقي ما تيوضحش ما بين الكروفيط هذا والكروفيط اللي كناكلو في السوشي، لان انواع الكروفيط راه كثيره. دابا هذا بعض المرات كنلقى الناس كاتبين عليه رويال، هذا راه ماشي كروفيط رويال، هذا ماشي كروفيط رويال. خصنا نعرفوا واحد القضيه، بزاف الناس كيسمع كروفيط رويال وما كيعرفش شنو هو الفرق ما بين الكروفيط العادي اللي هو كاين واحد النوع ديال الكروفيط اللي كيجي من الارجنتين، وكاين كاين حتى في المغرب، وكاين الرويال. راه الرويال راه هو واحد النوع ديال الكروفيط الاحمر اللي كنديروا في السوشي وكنقدموه في الاطباق خضر، يعني تيكون الثمن ديالو غالي، بعض المرات كيكون داير حتى 16000 ريال كيلو. هذاك الرويال راه تيعيش في قاع البحار، وهذا هو الفرق. الوغ هذاك الكروفيط الرويال راه تيعيش في القاع البحار، في القاع البحار، يعني راه كاع ديك الاسماك باهظه السمك تتعيش في قاع البحار. اما ديك الكسور الرخيصه كتعيش في سطح البحار، هذا تيعيش في سطح البحار، يعني تيكون شبعان بكتيريا اللي داكشي علاش كنبغيو نطيبوه. اما بعض المرات كتلقى شي ناس هذا تيديروه يعني كيبغي يديروا خضار في السوشي، وهذا خطر، يعني خطر بزاف، لانه هذا تيعيش في سطح البحر، السطح ديال البحر، والسطح ديال البحر راه تيكون مسخ يعني والماء تيكون سخون. اما هذاك الكروفيط الاحمر او البنفسجي لانه هو راه فيه انواع كثيره، الكاليتي ديالو هي اللي كتكون مزيانه، تيكون يعيش في قاع البحار، وقاع البحار تكون الماء بارد وتياكل ماكله مزيانه. ونفس المشكل ثاني داك اللي في سطح البحر راه ما تياكلش مزيان، تياكل غير ديك الاشياء الميته او البقايا ديال بعض السمك او البقايا ديال بعض الطيور. هذا هو الفرق. هذا علاش كنديروا حنا داك الكروفيط رويال تيكون في السوشي تيكون خضر او تنقدموه خضر، او كاين هذا الكروفيط العادي، وكاين الناس اللي كيسميوه رويال وهم ما تعرفش شنو هو الفرق. الفرق هو هذا، ملي نسمعوا رويال كنعرفوا بلا راه واحد الكاليتي مزيانه تكون جايه من قاع البحار، واللون ديالها تيكون احمر، راه احمر يعني ناصح، ما تيكونش بحال هذا اللون. راه هذا اللون تيكون باهت لانه تيعيش في سطح البحار، والشمس هي اللي تتخليه باهت بحال هكا. اوكي راه انه يعني هذا الكروفيط راه فيه بزاف يعني خصنا نفرقوا بيناتهم. المهم هذا راه ماشي كروفيط، هذا قريديس اللي هو ماتسانكول، حتى في ايطاليا تيقول لي ماتسانكول، هو هذا راه تلقاوه مسلوق. سول غير البائع قول لي واش هذا مسلوق، راه غايقول لك مسلوق، راه هو باين مسلوق، شي هذا مسلوق وتيحطوه في المارشي بحال ما هكا مسلوق، تيبان على اساس راه كروفيط. هذا كروفيط ولكن ما مسلوقش. اللون ديال الكروفيط هو هذا اللي كيعيش في سطح البحار. راه الكروفيط كنقول لكم عقلوا عليه، كاين انواع كثيره، هذا اللي كتشوفوا باهت بحال هكا راه تيعيش في سطح البحار الفوق. اما داك الاحمر ناصح مزيان هذاك هو الغالي، تيكون عايش في ما تيشوفش الشمس بزاف وتيعيش في واحد الماء تيكون بارد، يعني تيكون محمي من البكتيريا. ضروري كندوزوه حنا تحت درجه ديال 20 باش نكونوا متاكدين بلي راه ما فيش بكتيريا وتنعطيوه خضر. اما هذا راه ما تتكلش خضر هذا. اوكي الان المهم هذا راه درس كبير غير باش نفرقوا بيناتهم، غنمشيو كيفاش نطيبوه. حتى هذا لقيتوه تيكون رخيص، هذا ما غاليش تيكون رخيص. الا لقيتوه تبغوا طيبوه شوفوا كيفاش غادي نطيبوه بطريقه زوينه على بركه الله. المهم كل مره غادي نعملوا هاد الاشياء حتى نتواصلوا مع الجميع. بسم الله. الان غادي نديروا اول حاجه غادي نقيوه. طريقه التنقيه ديالو راه ساهله حتى هو، شتي راه كيبان لك راه هكاك مسلوق. هاد التنقيه ديالو تنحيد هاد القشيرات. شتي هاد الماتسانكول او القراديس الجلفه ديالو تتكون رطبه بزاف لانه ديجا تيكون مسلوق. غير ملي تبغوا تهزوه مع بائع السمك هز القشره بحال هكا ها هي شي كتلقى رطبه. اما الكروفيط شو الكروفيط القشره ديالو كتكون قاصحه لانه باقي خضر. شتي ها شو مقرمشه، ها مقرمشه. الناس عارف الفرق. شتي هذه مقرمشه وهذه ما مقرمشاش يعني رطبه لانه ديجا مسلوق. او تلقاه اللون ديالو ابيض او كري، راه هذاك هو القريدس، هذاك ماشي كروفيط. هذاك لا على غير
عطاوه الاسم ديال الكروفيت وصافي من عنده صافي. المهم راه ماشي كروفيت وماشي بحالو في المذاق ديالو، ماشي نفس الكاليتي. اوكي. المهم هادشي راه طويل بزاف، فيه بزاف ما يتقال، لان كتشوف بعض المرات شي حوايج كتلقى شي واحد يعني معامل واحد الطبق وحاط فيه القريديس وكاتب الطبق بالكروفيت رويال ومخربقها. هو راه الرويال فين؟ هو الرويال راه ما كاينش منه حتى فرتيته. لهذا خصنا ديما نبحثوا ونعرفوا ونقراو شي حويجات باش نعرفوا شنو نعطيو الناس. اوكي، لان بعض المرات تقدم هاد الماتسانكول على اساس كروفيت للزبون، هو غيعرف يكون يعرف الاكل ديالو يعني حشومه. المهم داك الخويط راه هنايا حيت هذا ديجا مسلوق، ضروري ندوزو عليه بالموس او كاين اللي كندوزو غير بالعود. هاد المصيرنات راه بزاف الناس ما تيحيدوهمش، ما عرفتش واش ما تيديوهاش فيهم ولا تيعكزوا. هاد المصيرن هذا راه تيخلي الطبق حار شي قداش ما تيبانش. المصيرنات هادو هما المصيرنات ديالهم، خصنا ضروري نحيدوهم. بزاف الناس كيديروه في الشلاضه كيخليه صايم، لا ضروري نحيدوه. ملي غتعضو غتلقاو واحد الحروريه. اوكي. المهم هادشي راه ديما تنشاركو معكم في اللي متبعنا شحال هادي، راه كنا حاطهم على اليوتيوب على انستغرام وعلى كلشي. المهم كندوزو الموس من الوسط، راه ساهله. تنحيد داك المصيرنات كنجروه بحال هكا، بعض المرات كيكون بيض ما تيبانش شي. بحال دابا هذا كاع ما باين كاع. المهم راه ساهلين. كنحيدو الرويس بحال الكروفيت في التنقيه. شي راه هذا صعيب تقشره لانه ديجا مسلوق. وديما نشموهم الا كانت فيهم الريحه غير بلا ما تشريهم لانه ملي غتمشيو للدار غادي تلقاو الرائحه كريهه، غيخنز لكم الدار كامل. كندوزو المويس من الوسط وكنحيدو دوك المصيرنات. هادشي راه بعض المرات ما تيبانوش. المهم الله يجعل البركه. انا غير باش نوضحو للناس الان كيفاش غادي نطيبوا هاد القريديس اللي هو شبيه الكروفيت. يعني حتى الا لقيناه بغينا نطيبوه حتى هو ما تيبغيش طيب بزاف. حذاري هاد القريديس راه حتى هو ما تيبغيش طيب بزاف. كاع السمك ما تيبغيش طيب بزاف باش يبقى داك المذاق ديالو ونتنسموا ديك المذاق ديال البحر. بسم الله. اول حاجه زيت الزيتون ضروري من الاحسن. طيبوا بزيت الزيتون. راه كاينه افكار خاطئه كتبقى عندنا من هذه السنين، تقول لك الزيت النباتيه راه هي الصحيه في الطياب. هذه ملي كطيب كتحرق كتولي مسمومه، وهذا خطا يعني ما كايناش. هذا زيت الزيتون هذا احسن من الزيت النباتيه. هذيك الاخرى راه مخدومه، هذا موضوع اخر ثاني، مخدومه وشبعانه خدمه. هذا ما مخدوماش بزاف، يعني غير ماشي بزاف. كاينه اللي كتكون اصليه كتحرق لانها فاكهه. هذاك الشيء علاش كنشوفوا الدخان ديالها. هذه راه درجه الحراره ديالها راه كتوصل حتى ل 260 درجه عاد كتحرق. اما الزيت النباتيه راه ما تنشوفوش الدخان ديالها وما كتفوتش 180 درجه، يعني 180 درجه راه تحرقت. اوكي، يعني هذا درس اخر شي نهار نبداو فيه تاعو. المهم اول حاجه غادي نمشي نقطع الكروفيت. نقطعو طريفات صغار محمد. طيبوا بزيت الزيتون الله يرحم الوالدين. طيبوا بزيت الزيتون راه مزيانه بالنسبه للناس اللي عندهم زيت الزيتون تجيبها في الموسم ديالها. نحاولوا نستافدوا منها، ما نبقاوش مخبينها. كي بقى مخبيها تيحط حدا جافيل وحده ادوات ديال الغسيل وكيخلي الضوء كيضرب فيها وفي قرعه ديال البلاستيك. جميع الجراثيم جميع البكتيريا تتجمعوا. كنخسروا لي هذيك لا شكون نقولوا لها، كنخسروا التركيبه ديال الزيت. الضوء كيخسر التركيبه ديال الزيت، وجافيل كيجر لنا رائحه الزيت، وديك قاعه البلاستيك شبعانه بكتيريا، يعني تنخربقوها بالمزيان. لهذا الا جبنا زيت الزيتون الله يرحم الوالدين تبرعوا بها، كلوها طيبوا بها تتسالي الله يرحم الوالدين ديك الساعه شوف واش غادي دير. اما الزيت النباتيه راه بلا ما نهضروا عليه، هذاك الموضوع شي نهار، هذاك موضوع كبير. المهم دابا غادي ناخذ هذا الكروفيت اللي هو كيسميوه كروفيت، هو ماشي كروفيت، ماتسانكور او قريديس. حنا هنا في ايطاليا تنسميوه قريديس. ما عرفتش نتوما كل واحد يكتب لينا شنو تيسميوه، لاننا ما الصراحه مع غير بحثت عليه شويه لقيت كاين اللي تيكلموا قريديس. تبارك الله راه معنا الصيادين ومعنا الناس كيفهموا في الحوت، غيكتبوا لينا شنو سميتو. هاد القريديس هذا بالنسبه اللي بغى يطيبو، راه حتى اللي ما بغاش يطيبو في
ما بغاش يطيبوا مع الباستا، انا اليوم غنطيبوا مع الباستا. يقدر غير يسلقوا ويديروا مع شليضه مع الروز، يعني الشليضه اللي كديروا تبارك الله راه زوينه، يديروا مع شلاضه. او نقدر يطيبوا غير بحال هكا زيت الزيتون كنلوحوا فيها الحار، يعني الحار، نسالطيهم واحد شويه في المقيله كيجيو واعرين، تنعصروا عليهم الحامض حتى كيطيبوا، نعصروا عليهم الحامض الله يجعل البركه كيجيو واعرين. او الا كانوا كبار كندوزوهم في البياصر، يعني كنشويهم في الكريديه حتى هما تيجيو واعرين، ولكن بالجلفه ديالهم من الاحسن. اوكي دابا انا ما مولفش هاد اللايف فوق انستغرام كيجيني بشكل. المهم يلا نتعودوا شويه بشويه على بركه الله. اول حاجه اش غندير، نرجع على البوطه ديالي، بسم الله اللهم يسر. هنا غادي ناخذ واحد شويه ديال الطماطم ديجا مقطعه كوبيتي، يعني مربعات صغيره. كيف قلت لكم هاد راه الكروفيت او القريديس راه بحال ما تيبغيوش الطياب بزاف، حتى هذا ما تيبغيش الطياب بزاف، شتي حتى هو عنده واحد هذيك الحيمات ديالو رطبين بزاف، شتي انت باش تعرفوه راه ديجا مسلوق. ملي تمشي للسوق راه غتلقاه بحال هكا الشيء راه باين مسلوق. شتي اوريك عليه هذا، شو راه دابا هذاش فيه ما طيب. هذا قول لي هذا طيبو ساعه راه حشومه، كاين اللي كيشدو كيتكرفس عليه ويوقع عليه بالحامض والتحميره والخرقوم، ترى ماشي الحم هذا، راه سمك اصاحبي. خلي ديك النسمه ديال البحر، راه ما تيطيبش بزاف الحوت، راه ما تيطيبش بزاف. انا راه ملي كنبدا نهضر على الحوت راه كنتعصب. المهم التشرميله، هذا الشيء ماشي راه سلعه الواديه ديال التشرميله، هذا الشيء راه كنقول لكم راه قديم، راه البحر ماشي ديال التشرميله. المهم خلينا نمشيو نكملوا الخدمه. الوغ اسمع اش غادي ندير، واحد القضيه واعره، واحد الطبق واعر بومودور ما عرفتش هي بدات كتشنشط. هنا عندي الحمص مسلوق، حمص مسلوق، مسلوق واعر مسلوق. خليهم يتشرطوا واحد شويه. فين هي الثومه؟ ها هي الثومه ديالي، الثومه ضروري. بسم الله. بشويه علينا عندنا الوقت، الفيديو غادي نخليه مسجل ان شاء الله باش اي واحد يستافد. المهم الثومه انا راه مرات نحكها مرات نديرها صينه، هي مزيانه حتى هكا مزيانه. غادي ناخذ واحد شويه ديال البزار، شويه ديال البزار الله يجعل البركه. الملح غير باش نوازنوا المقله ما تنملحوهاش ملي تيكون السمك ديال البحر، لانه الملح تنديروها في الباستا فين غطيب الماء، فين غيطيب الباستا. المهم انا غندير واحد شويه غير باش نوازنوا المضغ، شويه الربيع اللي هو المعدنوس. هانا تشوفوا معايا الحوت راه باقي ما درتوش. مش واحد التشرميله غتجي واعره. الان كروفيت او القريديس خليهم يتشحروا، وغادي نمشي نحل القبار اللي عليه كلشي. الله يرحم الوالدين كلوه في المغرب موجود، او كاع كيجي هنايا كياكلوا فيها رخيص. هذا راه حتى بغيتي الصحه القبار هذا راه موجود عندنا تبارك الله، راه موجود في اسفي، موجود في المغرب كامل والدول العربيه. كثروا منه كلوه في شلاضه كاين ملح، وفين ما لقيتوه ديروه راه مزيان، كيجي في كلشي مزيان. القبار هذا انا كيعجبني بزاف، تنخدم به بزاف. هذا دابا ها هو شريته تحت الماء،
كيكون تحت الملح. الا كان تحت الملح نغسلوه، سينو غيملح لينا كلشي. هو راه مالح غير شويه دايره بحال واحد الملوحيه فيه واعره. وانا ما غنغسلوش هذا حيت باش ما كثرتش الملح انا في المغرب غيقاد ليا المذاق غيطلع مشرمل. يا البركه. درت واحد شويه قهطه هنا. دابا عرفتي باش غنروي بالمويها فين كطيب الباستا ضروري. ها انت شوف شي المويها فين كطيب الباستا ضروريه جدا. علاه؟ شوف كي داير اللون ديالها. هنا الباستا تطلق النشا، وملي تطلق النشا ملي كنديرو سباكيتي هنايا البياطو ديالنا كيجي كريموزو، كيجي كريمي، ما كتبقاش لنا داك الماء سائل. اوكي نحاول الباستا ما نلوحوش الماء ديالها، ما نلوحوش، نخليوه حتى الاخر تنساليو ونلوحو لانه مهم جدا وكيقاد لينا المذاق ديال الطبق. اوكي داكشي طالع واعر. المهم درنا كلشي. ندوق داكشي كيفاش جا. بسم الله. داكشي واعر بنين، لا كثرت العطريه. هذا راه سمك نحاول ما نكثروش ليه العطريه، الله يرحم الوالدين. هذا القريديس او اللي هو الشبيه ديال الكروفيت كيبغي الحاره، انا ما غنديروش لان الطبق غادي ندوق منه الدراري. المهم بلا ما ندير الحاره. اوكي الان الشرميله بدات كتطلع، غادي نزيد عليهم شويه الطماطم. هاو داكشي راه بيت فيه، راه ساهل. داكشي دغيا كيطلع، ما نبقاوش نكثرو. راه الطبق قد ما كثرتي عليه اشياء كثيره والا ما كتبقى تمضغ حتى شي حاجه. لان الا شريتي انت الكروفير باغي تمضغ الكروفير خاصك تاكل كروفير. الا شريتي واحد الاوراطه بغيتي تاكل واحد المذاق ديال البحر خليها من السمد بمذاق البحر، دير فوقها يعني دخلها الفران طيب بحال هكاك 20 دقيقه، وراه تحوت دغيا كيطيب في الفران. راه كاين اللي كيخليه جوج سوايع في الفران وتا كينشف. اما دوك اللي كيشد الحوته زوينه، كيشري حوته زوينه بشي 4000 وتيديرها في الفران مولاي، تيديروا فوقها الخضره تيصيفط المول الفران، كيصيفط لي مع 10 الصباح كيمشي يجيبها مع 2 ديال العشيه زعما تغدى بها. انت فين غادي يا صاحبي؟ راه حشوم. راه انواع ديال الخضره اللي كنديروا، الجزر هذيك مده الطهي ديالو ماشي هي ديال البطاطا او الفلفله، كلهم ماشي بحال نفس يعني الوقت عندهم. يعني البطاطا خيزوك يشد الطياب، البطاطا شويه، الفلفله كتشد شويه الطياب، والسمك تيطيب في 20 دقيقه. الا كانت فيها كاع 2 كيلو راه 35 دقيقه كافيه. اما الفران ديال العود اللي هو كنطيبوا عنده الخبز درجه الحراره راه تبارك الله كتكون عاليه بزاف، يعني يكفي يحطها غير هنا لداخل شويه غير 30 دقيقه راه طيب. اما اللي تيخليها تما تنشف مزيان تشوفوا جات مشرمله ما خدامش. هذيك الزيوت ديال السمك راه العكس خصها تهبط عند الخضر ونستافدوا منها. حنا ديك الزيوت ديال السمكه تتمشي داك البخار ديالها تيخرج على برا وما تنستافدوش منه وتيتكرم كيولي بحال اللحم. يعني ما تنتمدقوا حتى شي حاجه، غير كنبقاو نغمسوا ضرب بطاطا ضرب خيزو تنخسروا كلشي. راه السمك ما خصوش طيب بزاف، راه كيلو 25 دقيقه ديال الطياب، 2 كيلو 40 دقيقه راه طولتي ليه الطياب، 40 دقيقه راه طولتي ليه الطياب. اما اللي كانت فيه 500 غرام راه 15 دقيقه كافيه باش طيب. اوكي يعني نحاولوا نعرفوا هاد الحوايج باش نتنسموا ديك الزيوت ديال البحر، راه هي مهمه جدا ديال السمك. هادشي راه صافي ديجا طاب ما عندك بلا ما نكثروا عليه العافيه. انا باش ما نضيعش الوقت باش الفيديو ما يجيش طويل ديجا سلقت سباكيتي. بالنسبه للناس اللي كيطيبوا الباستا حتى هي او ما تعرفش يوازن الماء مع الملح، راه ملي تنديروا ايطرو ديال الماء تنضيفوا عليه 10 غرام ديال الملح. اوكي باش نتعلموا من بعد نوليو نديروا راسنا. ايطرو ديال الماء 10 غرام ديال الملح، 2 ايطرو ديال الماء 20 غرام ديال الملح. والماء تيدار في الباستا لان ديك الباستا ملي كنعجنوها تنصايبوها راه ما تنديروش فيها الملح. يعني انت الا درتي الملح في المقله والباستا خليتيها بلا ملح راه الطبق ما تيجي باسد، ما تجيش البنه. يعني الملح تتقاد داك
ديك لي بات المذاق ديالها. اوكي، يعني الملح تنديروه في الماء، ما تنديروش في المقله. هانتوما راه كيف ما كتشوفوا حنا داكشي مباشر ساهل دغيا. طبق ها هو جا. شوف نبقى شويه الوطا. واحد الرويحه نتمنى تكون وصلاتكم. واه المهم انا سباغيتي ديجا سلقتها. سباغيتي ديجا سلقتها غير باش ما نعطلش الوقت. اوكي، لانه الا طيبت الباستا غادي نطولوا المباشر بزاف وغيجي طويل بزاف. المهم الباستا حتى هي شوف راه ملي نبغوا نطيبوها ديالها واخا رقيقه نحاولوا نخليوها تكمل الطياب ديالها، يعني واحد 30% خاصها تكمل الطياب ديالها في المقله باش تشرب هذاك، تكمل الطياب ديالها في المقله مع داك السوق. اوكي، هاي المويه فين طيبت الباستا راه خليته شفتي ضروري. شو المويه اللون ديالها كيتبدل لان داك النشا كيطلق في الماء، مهم جدا هذا بلا ما نعملوا الماء هذا كافي. عرفتي دابا هاد المويه غتشرب الباستا غتشرب السوق وغتجي مشرمله مولاي بلا عطريه. عطريه مزيانه، راه مزيانه العطريه مزيانه، ولكن نديروها في الدجاج نديروها في اللحم. دابا تبقى ليا نضيف واحد شويه ديال الربيع معدنوس. انا كنفضل ديما سباغيتي في نفس الوقت مع كطيب مع كنهزها. وملي نبغيو نطيبوا الباستا او لي بات نحاولوا نشوفوا النوع ديال الصوص اللي غنطيبو واش كيشد الوقت بزاف ولا لا. الا كان شد الوقت بزاف ما نصبقوش الباستا. اوكي، نحاولوا نديروا الوقت يكون متوازن، لان الا الباستا غير بردت واحد المده ديال 30 دقيقه وخليتيها سخونه راه مشيتي فيها، راه غتولي معجنه بزاف. لهذا نحاولوا ننتبهوا لهاد الحويجات هادو، بخصوص الدراري يلاه بادين كيمشي يدير شي بروف اولا شي حاجه. نحاولوا ملي نبغيو نطيبوا الباستا او اي نوع ديال الباستا نحاول نشوف اش غنطيب، اش من نوع ديال السمك، واش كروفيت. الا كان كروفيت راه دغيا كيطيب نحاول ندير الماء يسخن اين فوا الماء يسخن نطيب الصوص ماشي مشكل. الا طاب راه غطفي عليه ما غيوقع عليه حتى شي حاجه. اما الباستا خصك ديما تكون سابقها، الا سبقاتك راه مشكله. اوكي، لان اذا طابت الباستا وانت الصوص باقي ما طلعش راه مشكله، راه هذاك الشيء غادي يجي معجن. هانتوما كتشوفوا راه طيبنا داكشي مباشره مجموعين ساهل بلا روينه بلا حتى شي حاجه. طلع واحد الرويحه واعره تبارك الله. الدكه مولاي بسم الله. المهم العائله نسالي نقرا التعاليق ديالكم. مرحبا شهيتكم، مرحبا بكم مرحبا. المهم ما نقدرش نشوف، خصني تنقرب باش نشوف التعاليق. المهم من بعد غادي المهم اللي ما فهمش شي حاجه راه يخليها لي في ميساج او في التعليق. الفيديو غادي نخليه ان شاء الله في هنايا مسجل، ومن بعد غادي نجاوبكم شي حاجه ما فهمتوهاش. وكتبوا لينا ديما شي حاجه بغيتو نخدموا عليها، يعني شي حاجه ما فهمتوهاش او عندكم معاها مشكل كتبوها باش نخدموا عليها ان شاء الله. يا مخيله راه بدات كتبقى حموله، الله يجعل البركه. الدراري عندي راه كيتسناو ليه. داك القبار كيطلق واحد الحموضه واعر، واحد المذاق فيه رائع وصحي. حاولوا نكثروا منه، نعملوه في الباستا، نعملوه في الشلاضه، راه موجود تبارك الله.
الله يجعل البركه. انا غنطفي عليه. بارك بارك، ما خصناش نشفوها. الله يجعل البركه. هذا مولاي. ها شوف واحد المقيله كي داير. انت عرفتي معسله. دابا غنمشي واضح ياك؟ واضح مزيان. نحطو هنا وناخذ التفصيل ديالي المفضل. ضروري. بسم الله. الله يجعل البركه. عرفتي هذا التاكل تحس بواحد المتعه. عرفتي واحد جا واحد الرويحه طالعه منه ما نعاودش لك. صوروا وخليو ليا، صيفطوا لي في ستوري، حطوه في ستوري. صوروا. شوف على طبق كبير. شوف ضربوا شي تصويره. سكريمي. داكشي جا واعر. صورتو. المهم نتمنى الدرس ديال اليوم حتى هو استفدتوا منه. العائله كاين شي سؤال قبل ما نقطعوا نمشيو ناكلوا هاد البركه مع الدراري؟ تحياتي لكم جميعا. ومهم نتلاقاو قريبا ان شاء الله بحول الله في شي درس جديد ان شاء الله. شكرا لكم. كنشوفكم كاملين ان شاء الله. ضروري نوقفوا ليها. الاخ قال لك الباستا كنوقفوا ليها الطهي بالماء بارد. ضروري الماء بارد ولا الثلج، ولكن ديما المذاق تيبقى مختلف. ما كاينش ما احسن ناكلوها في البلا. المهم عائله، بسلام عليكم. تحياتي لكم. ونمشيو ناكلوا هذا الخير هذا قبل ما يبرد. فوالا ونتلاقاو. خليو لي تصويره في ستوري ان شاء الله. وبسلام عليكم بصحه والراحه. ونتلاقاو قريبا ان شاء الله. وشي حاجه ما كتبتوهاش كتبوها لي في بريفي ان شاء الله. اوكي، السلام عليكم.